الا الشاب مغربي عنده 30 سنه من نهار عقل على راسو في داك البيت عطاغي تكفاتو الافلام الاباحيه تشدواش مابقاش كيدوش حالته خانزه وديما فيه ريحه جلابه. صحابو في خدمه كاملين مزوجين وبانين مستقبلهم الا هو، حيت بكل بساطه مبقاش عنده الرغبه في الزواج. وعلاش غيتزوج هو اي بنت شاع كيدخل الموقع الازرق وكيمارس عليه العاده السريه؟ متعلى المراه شيبانيه استخرى ما كيتسخرش ليها، ديما طلع ليها الطونسيون مشوه قدام العائله وكلشي ولا داخل الشك فلال. او السيد عنده 30 عام ومبغاش يتزوج، كيفاش البلان ياك ما خونا؟ لا لا، ماشي داكشي اللي كتفكروا فيه. لا، الراجل بحالو بحال كاع الرجال، غا هو خارج عليه ديك العاده اللي شحال من عام وهي لاصقه فيه. بغيت نقول لك السلال مش خاطنا والو، راك في البلاصه المناسبه باش تقطع هاد العاده. الفيديو ديال اليوم هو الفيديو اللي محتاجه 70% ديال الشباب المغرب، وبصح وبزاف، حيت راه كارثه حقيقيه وهذا هو كوكايين العصر. وبزاف ديال الدراري ما كيبغيوش يدويو في هذا الموضوع اولا كيدويو بطريقه سطحيه باش كيحافظ على ديك الهيبه اللي عنده وما كيطيحش مكانته قدام الاخرين. بغيت نقول لك نوض تقود وخرج من داك الوهم. كاملين تفرجنا في الهوب وكاملين نزلنا عليه في الليالي المليح اللي كنا حاسين بها بالقنطه، اولا شفنا شبيسه في الزنقه وملي رجعنا للدار زيرنا وما لقينا ما يدارو حنا نمارسو رياضه اليد. باقي هذا الاول مره تفرجت في البورنو كانت عندي شي 10 سنين. كنا في المدرسه وواحد الدري كان عنده تليفون ديك الساعه كانت عنده نوكيا واقيلا خدامه بالجي. صافي جبد لينا داك العالم والدراري كاع دايرين بيه وكيشوفوا داك العالم اللي كله غير اوغام. واو لا احساس اول مره كنحس به. وصافي من تما ولا كلشي باغي يتصاحب معاه على قبل داك الويل اللي ما عرفناش بلي غيولي هو الكابوس ديال حياتنا. من مورا هاد السنوات صافي بلغت وليت قادر حتى انا السمني. هناك اي شاب اول مره كيدير هاد البلان كيحس بواحد المتعه خياليه، وكتعرف بلي ديك المتعه ما غتلقاها في حتى شي بلاصه، كتكون تجربه رائعه بجميع المقاييس. صافي هنايا وليت كنبروغرامي وكنوجد شي بلاصه باش نبقى نديرها مره ولا جوج المرات في السيمانه. وهذا الشيء بلا هو داكشي غير بالخيال اللي كنشوف في الزنقه وداكشي اللي كنتفكر. كانت عندي 13 عام كنت كنقرا في التاسع. مع الوقت غنكتشف بان دوك جوج المرات في السيمانه مابقاش مشبعني ودماغي ولا باغي شي حاجه اكثر. هنا غنلصق الوالد ونقول ليه شري لي تليفون ثبت راه كنحتاجو في القرايه. صافي داكشي اللي طرا شريت تليفون وبقيت عاطيها غير له. هادشي اللي كيخليك تنتقل من مرحله لمرحله اخطر. وهادشي ما كيضحكش، هادشي بصح صعيب وخطير ليك بالنسبه لك انت كراجل، والدمار اللي غتولي عايش فيه وكيفاش ديك الطاقه الرجوليه اللي كتخوي في الخوا الخاوي والنظره اللي كتولي تشوف بها البنات. هادشي كامل كيديروه وكيقدموه لك في طبق من ذهب باش يدمروا لك حياتك والطاقه اللي عندك اللي قادر دير بها العجب العجب. كتولي داخل واحد العالم لا نهايه له، صفحه كديك الصفحه فيديو كيديك الفيديو وهكذا. ودابا في هذا الوقت تقدر تلقى شي فيديوهات اللي ما عمرك تخيلتيها ولا شفتيها نهائيا. الدماغ ديالك ملي كيشوف تصاور ديال البنات التجهيزات اللي انت باغي تكون معاهم وانت ما قادر لا تتزوج بحكم انك باقي صغير وما قادر تصاحب بحكم الدين والعادات والتقاليد. هادشي كامل كيخليك تمارس رياضه اليد اللي كتعتبر من اخطر الرياضات على العقل البشري وباش تكسر الطموح الجنسي ديالك. زائد ان الوك كيربي في قلوب ديال المشاهد، انت جالس كتقرا جوج الناس ولا كثر كيمارسوا البورنو الصوره كتخلص تدخل في دماغك، والشي اللي كيخليه يفهم بان الجنس ماشي ليك وانما انت كتلعب غير دور المشاهده. هنا فاش كيجيو المشاكل الجنسيه من بعد السنين. هادشي كنشوفوه حتى ما بين الازواج، حيت شحال من واحد كيكسب ليه العادات السليمه من بعد الزواج راك غير كتخور اللي كيفاش وهادشي كامل غنشرحوه في هذا الفيديو. صافي اليوم اي واحد كيمارس هاد العاده غيخرج من هذا الفيديو فاهم مزيان داك السم اللي تلصق فيه وهو صغير وغيترجم معانا وغيقطع. ومن بعد الا بغيتي تولي نعجه وترجع تعمل ولادك في كاشا فغنقول لك غير خرج من الفيديو احسن لك. فجأة من البلي ديالي فاش الدوبامين كان عندي غير مشيت اي فيديو كيعجبني كندخل ليه، اي تصويره ديال شي بنت كندخل ليها. الحياه زوينه ما كاينلاش نحمقوا راسنا. هذا هو السطر اللي كيتضرب دماغ الادمي وكيخليه ديما راجع ليك السلسله ديال التكفير. كل نهار تيقول هذه اخر مره ندير فيها العاده السريه، ولكن كيهرس هذه القاعده في كل مره كيوعد فيها راسو مرارا وتكرارا. ولكن انت عارف راسك اش كتهرس واش عارف التاثير ديال كل مره توعد راسك وترجع مجنب خالص حاجه كيف كذا ما قادر دير حتى حاجه بحالك بحال صحابك. هادشي كامل كديرو على قبل المتعه لحظيه ما دايماش حتى 5 دقائق. فوقاش غتحترم راسك وتقدر ذاتك وتتحكم في زنطيتك، فوقاش حتى تموت ولا حتى تدمر العضو ديالك وتولي ضحكه ما بين راسك. شوف حالتك كي ولات الجسد ديالك الطريقه كيفاش وليتي كتشوف العالم، كيفاش حتى شي بنت ما بقاتش كتارتيريك والثقه اللي هرستي هذه سنين ومازال كتهرس فيها حيت ما عندكش الكلمه مع راسك كتقول غنقطع وكتعاود ترجع. حنا الرجال عندنا واحد الزرجينه في جينيراسيون تقدر تبدل حياتك وخيش عيشتك بسهوله وبدون منافسه، حقاش الاغلبيه مقابل غير التفاهات هذا ضرب هذه مشات مع الاخر عقلنا مشتت. بار كونتر الا ركزتي على لوبجيكتيف ديالك فراه غتوصل لمستويات كبيره. هادشي اللي ما بغاكش الشيطان توصل ليه حقاش هو عدو النجاح. حقاش بصفتك انت راجل الا وصلتي للنجاح فراه كتجيب معاك نجاحات اخرى بحال انك تمشي تتزوج وتبني اسره مقيمه على الدين. وهناك تكون هرستي الخدمه ديال الشيطان اللي دايرك هو ما كراكش تكون ديما مجنن محشش ديما سكران غايب على الوعي ديالك باش بالزربه يوصل للدماغ ديالك. ملي كيسحب لك كيجيوك دوك الافكار السلبيه زعما الحريه الحقيقيه هي فاش الدماغ كيطفى من هاد الاسواج وهاد الافكار السلبيه وما كتبقاش تهرب من اكراهات الحياه ومن نظره الناس ليك ومن القدر اللي ربي مكتبوا لك. شي حاجه ما كتبقى تخلعك وشي حاجه ما كتمنعك تولي من النخبه تاع الرجال. النخبه اللي انا وياك كنخدموا كل نهار ساعات طويله باش تحقق داك النجاح اللي انت باغي توصل ليه باش تحس بالفخر. ولكن حنا شنو كنديروا؟ شادين التليفون وكنتفرجوا في ناس اخرين وكنضيعوا اغلى ما عندنا اللي هو السائل المنوي، السائل الرجولي اللي ما عطيتيه حتى قيمه من غير انك تمسحو بشرويطه وتنوض 5 على الصباح وتفكر بانك سجلتي شي فيديو البارح وتعاود تفرج تاني. حتى لينا صديقي عجبك هكا ترجل معنا ولا سير تقود كاع
من راسك القلاوي. كيفاش انت كل نهار كتستهزأ براسك وتكذب عليه وبغيتي الثقه ديالك في راسك تكون ضاربه في السقف؟ كيفاش بغيتي البنات يوليو يضاربوا عليك وكيفاش بغيتي تولي انسان لاباس عليه وانت داك البيت ما كتفوتوش وبغيتي ما يمكنش ومستحيل. خاصك تراجع الافكار والعقليه اللي عندك. هنا غتقول لي عطينا الحل، راك طولت علينا. الحل اخويا ما عنديش انا، الحل غيجي من عندك انت الا كنتي باغي. انا فقط غنعطيك بعض النصائح اللي منهم انه من بدايه الفيديو حنا كندوي على المشاهده، علاش تشوف علاش دير ورا البنات. فلا خاصك تغض البصر ديالك كيفاش غدير ليها شغلك هذاك، دبر لمحاينك، حيد انت التليفون كاع. ثاني حاجه دير في قرايتك ولا خدمتك، ولا ما كنتيش خدام دبر في شي راس المال وشري شي سلعه وخرج للزنقه وفرشها وبقى تبيع، واخا ما تبيعش ماشي مشكل، انت الهدف ديالك هو تعمر وقتك. وهاد اللعيبه اللي غنقول لك دابا كنت كنديرها انايا وعاوناتني بزاف، هي ملي كنكون جالس مع عندي ما يدار ما كنبقاش جالس في الدار وليت كل نهار كنخرج نجلس بالقهوه، واخا كنت كنخسر فلوس المهم ما نبقاش جالس بيتي ساد عليا. واخر حاجه هي انك الا كنتي قادر على المسؤوليه كنصحك تمشي تتزوج وتمشي من دون ديك العاده الخبيثه. واحد حاجه بغيت نقولها لكم اخوتي العزاز من قلبي قبل ما نسالي هاد لا فيديو، هي ما تفقدوا في امل وما عمرك تهرس، لان لاش اقوى من شخص مكسور قام باعاده بناء نفسي. وبعض المرات خاصك تاخذ بعض القرارات اللي واخا كتهرس لك قلبك ولكنها ستشفي روحك عاجلا ام اجلا.